الولايات المتحدة حتوقع مذكرة تفاهم مع إيران النهاردة، اتفاقية لمدة 60 يوم أونلاين من غير احتفال، نسخة بالإنجليزي ونسخة بالعربي والفارسي، يعني لو الفرس عايزين يوقعوها. وأول حاجة تيجي في البال هو ترامب بيعمل إيه بالظبط؟ هو رايح فين بالصراع ده؟ بالله عليك. ليه بيقول الكلام اللي بيقوله وبعدين يقول العكس تماماً؟ إمتى حيفهم أو هو أصلاً فاهم إن الإيرانيين بيلعبوا عليه؟ هو فاكر نفسه بيلعب مع مين؟ إيه اللي بيحصل ده؟ كلنا كنا محتارين في نص الأسبوع اللي فات وكنا بنتساءل نفس السؤال ده. أنا حتى كنت مجهز بودكاست كامل سجلته وعدلته الأسبوع اللي فات وكنت مخطط أنزله يوم الجمعة بنفس الأسئلة دي بالضبط، لأني كنت عارف إن كتير منكم زي بالضبط كانوا محتارين برضو، خصوصاً بعد كل اللي حصل في بداية الأسبوع اللي فات. وبعدين مرة تانية الأمور اتغيرت. كنت فاكر إني لقيت الإجابات، أو يعني كنت فاكر كده، بس الواقع جه واصطدم بكل التوقعات والتقييمات والتعليقات اللي سمعناها في الأسابيع اللي فاتت. إيه اللي ما تقلناش؟ ترامب عمره ما هيجرؤ يضرب إيران، نتنياهو عمره ما هيجرؤ يضرب إيران. الاعتبارات السياسية هتخلي الكل مربوط الإيدين. كأس العالم كان قرب، العالم كله كان بيتفرج. وبعدين حصلت مفاجأة، إسرائيل ضربت والولايات المتحدة ضربت. ومش بس ضربات، لكن رسالة واضحة وصريحة ما فيهاش أي لبس. لو ما فيش اتفاق الضغط والضربات حتستمر. بس بعدين كل حاجة تغيرت تاني. ترامب وقف الهجوم. ليلة الخميس كأس العالم بدأ. يوم الجمعة بيجي وكل حاجة بتتغير تماما. هم قريبين من التوصل لاتفاق تاني. إيران بعد كده بتعلن على حسب الكلام تفاصيل. فضلنا محتارين تاني. إيران كانت فكرة إنها فهمت ترامب كويس. غلطة كبيرة، كبيرة جدا. هو لازم يروح يتسوق دلوقتي. وأنا فضلت أفكر إيه النقطة اللي كنت هقولها في الحلقة. بس في الويكند رجعت لفكرتي الأصلية، وهي دي. طيب يا جماعة، يلا كلنا نوقف شوية وناخد نفس عميق. أنت مش محتاج كمامة عشان توقف انتشار الهوس بكراهية ترامب. كل اللي محتاجه بس إنك تستخدم عقلك. الأحداث في الشرق الأوسط وخاصة الوضع مع إيران بتتغير كل يوم. وبناء على اللي نعرفه، أسلوب الرئيس ترامب المميز هو تعمده أنه يفضل غير متوقع. ممكن تسميها استخدام عدم القدرة على التنبؤ كسلاح. هو بيستخدم الارتباك كسلاح. ترامب بيخلي الكل حتى أكثر مؤيدين ولاءً مش عارفين أي حاجة، وكل شوية يحاولوا يخمنوا خطوته الجاية. فبطريقته دي هو بيخلي النظام الإيراني في حالة من الارتياب والشلل التام. إزاي ده شرانت؟ هفصل فيه ده كمان شوية. زي ما قلت، في أسئلة كتير حوالين اللي حصل وكل ده رايح لفين؟ التركيز على المحاولات اللي ما بتخلص لعقد محادثات والمجهود المستمر في محاولة التفاوض مع النظام الإيراني وقف فجأة. الرئيس ترامب اداهم فرصة وفي الآخر قرر يبعث رسالة. احنا ممكن نعمل ده بطريقتي أو أعمله بطريقة أنتوا تفهموها، وبكده أقصد إنه علشان نفهم ليه الحاجات بتحصل بالطريقة دي لازم نبص على إزاي إيران بتشتغل. الإيرانيين بيدرسوا خصومهم كويس جدا. هم بيكتشفوا نقاط الضعف وبيحسوا بالتردد وبيعرفوا بالضبط يفرقوا بين التهديد الحقيقي والتهديد اللي معمول عشان يطلع في العناوين. الإيرانيين حسوا إنه ورا كل بيان ناري أو كلام شديد من الأمريكان في الصحافة كان فيه رغبة هادية لتجنب حرب أوسع، ورغبة للرجوع لطاولة المفاوضات، ورغبة إنهم يصلحوا أي اتفاق بأي ثمن. ولما الرسالة الخفية دي بتتكرر على مسامعهم كل شوية بيستنتجوا هم بنفسهم النتائج. في المنطقة دي الانطباع عن الردع مهم زي القوة نفسها بالضبط، لأن أول ما عدوك يبدأ يصدق إنك عايز صفقة بأي ثمن هيبدأ يختبر حدودك مرة ورا التانية ورا التالتة. والدرس بسيط، بص على إسرائيل. إيران اختبرت إسرائيل، وبعد ضربتنا يوم الاثنين اللي فات كان واضح إن في الوقت ده إيران كانت خايفة من إسرائيل أكثر من خوفها من الولايات المتحدة. إيران عارفة إنه لو هدمت إسرائيل الرد هيكون قاتل. الإيرانيين عارفين إن لما إسرائيل ترسم خط أحمر فعلا حتطبقه. ده دلوقتي، ما كناش كده قبل كده. ده اتغير من سنة بالضبط. دلوقتي هم فاهمين طريقة تفكير الإسرائيليين. هم عارفين إن لما نوصل لمرحلة إننا محشورين في الزاوية رد فعلنا هيكون سريع ومن غير أي تهاون ومدمر ليهم. اتعلموا الدرس ده بالطريقة الصعبة.
والحقيقة أنه بعد الضربة الأمريكية يوم الأربعاء، إيران ضربت كل دولة عربية في المنطقة، وضربت قواعد أمريكية في كل المنطقة، لكن ما ضربتش ولا صاروخ واحد على إسرائيل. الأوضاع هنا في إسرائيل كانت هادية جدا في الحقيقة بجد. وأنا رايح لمحطة إذاعة الجليل في القدس عشان برنامج الصبح بدري يوم الخميس، بجانب التقارير عن التصعيد وأنا شايف السماء صافية في الأفق فوق الأردن، شفت أثر بخار الطيارات النفاثة أو دخان الصواريخ اللي تعترضت. أيوة، إحنا بقينا نعرف نميز الحاجات دي بعد 2.5 سنين من الحرب هنا. فبينما الدنيا كانت مقلوبة حوالينا، إحنا في الحقيقة كان عندنا يوم لطيف وهادئ نسبياً. إحنا ضربنا حزب الله مراراً وتكراراً، وإيران اللي طول الأسبوع اللي فات كانت مصممة تربط المفاوضات مع الولايات المتحدة بالأحداث في لبنان، كانوا بيتجاهلوا اللي بيحصل هنا وبيعملوا نفسهم مش شايفين. إيران دخلت الجولة الأخيرة وهي عندها 3 أهداف استراتيجية واضحة. أولاً، يثبتوا معادلة جديدة بحيث حزب الله يقدر يضرب إسرائيل بحرية من غير ما إسرائيل ترد في منطقة التحرير في بيروت. ثانياً، معادلة تانية بحيث إيران تقدر تضرب إسرائيل بشكل مباشر من غير ما إسرائيل ترد بشكل تلقائي على إيران. وثالثاً، كانوا بيحاولوا يخلقوا فجوة بين إسرائيل والولايات المتحدة، وبالذات بين نتنياهو والرئيس ترامب. لكن الأحداث اللي حصلت في الأيام اللي بعدها بتبين أن إيران فشلت في ال3 محاور دول. إسرائيل ضربت الضاحية، وده أثبت أن حزب الله ملوش حصانة، وإن مفيش حي بيبقى ملاذ آمن لمجرد أن حزب الله مستخبي فيه. إسرائيل كمان ردت على نيران إيران بتحرك مباشر، وده وضح أن طهران ما ينفعش تهاجم الأراضي الإسرائيلية من غير عواقد. وبدل ما يحصل خلاف استراتيجي مع واشنطن، اللي شفناه كان تنسيق وتواصل وفهم مشترك لحجم المخاطر، مش الأزمة اللي طهران كانت بتتمنى تخلقها. إيران حاولت تعيد كتابة قواعد اللعبة، ولا معادلة جديدة من معادلات إيران صمدت قدام الواقع الأسبوع اللي فات. الملفت للنظر في جانب ساخر في أحداث الأسبوع اللي حصلت في إيران، مفارقة جيوسياسية ظهرت في هجوم إسرائيل على إيران. خلال فترة وقف إطلاق النار الأخيرة، إيران دخلت في موجة تسوق ضخمة. إيران صرفت مليارات الدولارات في شراء أنظمة دفاع جوي متطورة جدا من الصين. الصين هي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهي فخورة جدا بتقنياتها العسكرية المتطورة. كثير من الناس حيقولوا إن الأنظمة الصينية هي الجيل القادم فعلا من أنظمة الرادار والدفاع الصاروخي، هي فعلا بدون أي عيوب. وبعدين ظهر سلاح الجو الإسرائيلي الأسبوع ده، وفي خلال 3 ساعات بس طيارين حولوا مليارات الدولارات من الإلكترونيات الصينية المتطورة لكومة من الخردة عديمة الفائدة والدخان طالع منها. يعني بصراحة خردة. إيران غالباً لسه ما استلمتش أول فاتورة من بكين، لكن المنتج فعلاً وصل لنهاية فترة الضمان. دي مراجعة منتج بنجمة واحدة على مستوى العالم. الصين ما خسرتش بس معدات عسكرية، هي خسرت خدمة العملاء تماماً. لو أنا مكان آيات الله كنت هدور بجنون على سياسة الاسترجاع دلوقتي، بس للأسف بالنسبة لهم ما فيش استرجاع للسلاح بعد ما تستخدم. وبعيداً عن كل السخرية لكل الناس اللي دايماً بيسألوا أمريكا بتستفيد إيه من علاقتها بإسرائيل، أهو ده الجواب. صناعة السلاح الأمريكية هتكسب مليارات الدولارات من اللي إسرائيل بتثبته عن قيمة صناعتهم، والشركات دي بتدفع ضرائب للحكومة الأمريكية مش لينا. تفاصيل مذكرة التفاهم ما تمش الإعلان عنها رسمياً، إحنا حتى مش عارفين مين الجهة اللي ليها سلطة التوقيع عليها من الجانب الإيراني. والصورة اللي ضفتها هنا فيها وش الخميني الميت، أنا عارف كده، وعشان كده بالضبط إحنا مش عارفين مين الجهة المسؤولة في إيران. ولو التقارير دي صحيحة، الاتفاق اللي مدته 60 يوم هو في الأساس اتفاق مؤقت آمن النفط ووقف الصراع فوراً، وفي نفس الوقت موضوع النووي يتأجل لطاولة المفاوضات لحد بعد كأس العالم. وعشان كده بعض المحللين شايفين ده نجاح دبلوماسي مؤقت، وفي ناس تانية بتقول إنه مجرد تأجيل للقرار الحقيقي في أهم قضية. واحنا شفنا الكلام ده قبل كده. ترامب وصل لدرجة إنه قال مفيش حاجة اسمها التعامل بحسن نية مع المسؤولين الإيرانيين. هو أدان محاولة الهجوم بالطائرات المسيرة على السفن الهندية اللي كانت خارجة من مضيق هرمز، وأضاف أن الهجوم المزعوم ده غير مقبول تماماً، وطلب من إيران أنها تضبط أمورها وبسرعة. فاحنا مستنيين إعلان.
بناء على اللي كان معروف من صباح النهاردة، المحلل الإسرائيلي رافي حداد شايف أن الخطوة الحالية مش اتفاق تسوية، لكن استراتيجية منسقة بين ترامب ونتنياهو. حداد بيقول أنهم شغالين بتنسيق كامل علشان يجهزوا الأرضية لمواجهة في ظروف تضعف إيران وتشل قدرتها على الرد. هو شايف أن ده فخ هم بينصبوه لإيران. أول مرحلة من اللي نعرفه هي تطهير مضيق هرمز من الألغام وناقلات النفط. ده هيقلل أسعار النفط ويخلي إيران تخسر أهم ورقة ضغط اقتصادية عندها. بعد كأس العالم في المرحلة الثانية، متوقع أن الولايات المتحدة تقدم لإيران مطالب نووية صعبة، وهي عارفة كويس أن إيران حترفض. في اللحظة دي ومع المضيق مفتوح والعالم ما بقاش رهين لأسعار النفط، قدرة أمريكا وإسرائيل على التحرك العسكري ضد المنشآت النووية الإيرانية هتزيد بشكل كبير. حداد بيقول إن إيران بدأت تفهم إن دي فخ، وعشان كده ممكن تترد التوقع، لأن أول ما النقلات تمشي هتبقى هي الهدف الجاي. وإيه وضع إسرائيل في كل ده؟ ترامب ونتنياهو اتكلموا ليلة الخميس، وبيان صدر من إسرائيل وضح أن رغم أن إسرائيل مش طرف في مذكرة التفاهم، رئيس الوزراء عبر عن تقديره لالتزام الرئيس ترامب إن الاتفاق النهائي هيشمل إزالة المواد المخصبة وتفكيك البنية التحتية للتخصيب وحدود على إنتاج الصواريخ ووقف دعم إيران لوكلائها الإرهابيين في المنطقة. يوم الجمعة نتنياهو قال بشكل واضح جدا، وأنا هقول بالنص: طالما أنا رئيس وزراء إسرائيل، إيران مش هيبقى عندها أسلحة نووية. وبكده هو بيأكد على موقف هو دافع عنه لعقود طويلة. هو بيلعب لعبة شطرنج ثلاثية الأبعاد بحذر شديد. اللي قاله نتنياهو مهم جدا، خصوصا بعد الحوار اللي عمله نائب الرئيس JD فانس الأسبوع ده، واللي وضح فيه نقطتين مهمين: إن نتنياهو يعني إسرائيل كانوا شريك كويس وإحنا هنفضل نشتغل مع بعض. بس هو كمان أكد إن لما المصالح تختلف، أمريكا حتسعى لمصلحة بلدنا أولاً. أكيد، وده طبيعي. وإحنا كمان هنعمل كده، زي ما عملنا من سنة بالضبط في عملية الأسد الصاعد، لما دمرنا دفاعات إيران وضربنا قدرتها على مهاجمة إسرائيل. وقضينا على آية الله وكل قادة إيران اللي كانوا لسنين بينادوا بموتنا. عملنا ده لوحدنا لمدة 10 أيام، وده ممكن يكون اللي هنحتاج نعمله كمان في المستقبل. ودلوقتي بعد ما عدينا اللي حصل، يلا نبص على آخر جزء في اللغز. إيه اللي دونالد ترامب يعمله هنا بالضبط؟ الحقيقة هي، وأنا قلت ده قبل كده، ولا واحد فينا فعلا عارف. ويمكن ده يكون هو الهدف كله. ترامب شاطر جدا في إنه يكون غامض عن قصد وبيضلل الناس عن عمد، وكلامه دايما متناقض من بوست للتاني على السوشيال ميديا ومن تصريح صحفي للتاني. هو عارف بالضبط إزاي يستفز الإعلام ويخليهم مركزين على اللي هو عايزهم يركزوا عليه. هو حيغرد بحاجة وبعدين يعلق على حاجة تانية، هيقول تصريح وبعدين السكرتير الصحفي بتاعه هيقول حاجة مختلفة. هو بيقول حاجة في قمة هاتفية، ووزير خارجيته بيقول حاجة تانية على القنوات الإخبارية، وتصرفاته على الأرض بتبين قصة مختلفة تماماً. زي ما قلت في البداية، الموضوع بيوصل لدرجة إن حتى أكثر مؤيدينه ولاءً بيبقوا محتارين وبيحاولوا يفهموا هو قصده الحقيقي إيه. وبرة أمريكا مفيش حد بيعجب بترامب أكتر من الإسرائيليين، بس فكر في القيمة الاستراتيجية للموضوع ده. لو احنا متلخبطين كده واحنا قاعدين على الهامش، تخيل الإيرانيين دلوقتي مرعوبين ومتلخبطين قد إيه، وهم بيحاولوا يفكوا شفرة خطوته الجاية. الناس اللي اخترعوا الشطرنج بيتعاملوا دلوقتي مع شبح على رقعة الشطرنج، وهو ترامب كان بيلعب لعبته. ده بيفتح احتمالات مثيرة جدا عن إزاي النظام ده ممكن يتهزم من غير ما أمريكا تطلق رصاصة واحدة. أولاً، بص على جغرافيتهم. إيران بلد ضخمة ومترامية الأطراف. في شائعات وتقارير بتقول إن على مدار السنين إسرائيل بهدوء أسست قواعد عملياتية مخفية ومهابط جوية تكتيكية جوا أعمق المناطق المقفرة والغير مراقبة في إيران، وكل ده تحت عين النظام من غير ما يحس. طهران لازم تقعد كل ليلة تتساءل إذا كان التهديد موجود بالفعل جوا بيتهم. ثانياً، بص على توقيت ترامب. يمكن هو بيبص على الأحداث الكبيرة اللي جاية في أمريكا. رونالدو وميسي وهما بيلعبوا في كأس العالم، والذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة، وانتخابات التجديد النصفي اللي جاية.
فممكن يكون قرر إن حرب كبيرة وفوضوية مش مطروحة دلوقتي. ابعت لهم رسالة قبل المباريات بيوم من غير ما القوات الأمريكية تفضل متورطة لفترة طويلة. لما سجلت البرنامج ده في الأول كان من أفكاري، يا ترى لو هو بيلعب لعبة نفسية طويلة المدى. دلوقتي أنا مقتنع إنه فعلا كده. هو متعمد يسيب إيران تحس إنها بتفلت بانتهاكاتها، ويسيبهم يتفاخروا بإنجازاتهم الاستراتيجية، ويخدعهم، يخليهم يفتكروا إنهم فعلا بيلعبوا أمريكا وناجحين في ده. وفي الوقت اللي الإيرانيين بيحتفلوا بانتصاراتهم الوهمية وبيعتقدوا إنهم بيكسبوا وقت، الحقيقة إن العقوبات الاقتصادية الساحقة والتضييق حوالين مضيق هرمز هم اللي بهدوء وببطء بيخنقوا اقتصادهم لحد الموت. ترامب ممكن يكون فعلا بيعتقد إنه لو فضل يشغلهم ويخليهم مطمئنين ومتلخبطين كفاية، النظام في الآخر حينهار من جواه. يا ترى ده فعلا خطته الكبرى؟ مش قادرين نجزم. بس في مسرح الحروب الجيوسياسية، إنك تخلي عدوك مش شايف نواياك الحقيقية خالص، ده هو الاستعراض الحقيقي للقوة. بس في نقطة مهمة هنا، ترامب هو رئيس الولايات المتحدة، هو ملتزم بالمصالح الأمريكية. الولايات المتحدة هي قوة عظمى في العالم، لو ما كنتش أعظم قوة في العالم. هو بيحاول يناور علشان يحافظ على ده. إسرائيل دولة قوية وعندها عزيمة. قدراتنا العسكرية المذهلة هي نتيجة لحقيقة بسيطة واحدة: معركتنا وجودية. بالنسبة لنا ده موضوع بقاء. احترامنا للولايات المتحدة نابع من امتنانا لدعمهم ومن القيم المشتركة اللي بيننا. وفي نهاية اليوم، لما أعدائنا اللدودين اللي بيقودهم عقيدة دينية متطرفة ودموية بينادوا بإبادتنا وبيقسموا إنهم يحققوا الرغبة دي، إحنا بناخد الموضوع ده بجدية شديدة، وحنعمل اللي لازم نعمله وقت ما يكون لازم عشان نزيل الخطر ده. وحيكون من الحكمة للناس في الغرب، سواء في أوروبا أو أستراليا أو الولايات المتحدة، إنهم يفتكروا إن أعدائنا بيقولوا بصراحة هم ناويين يعملوا إيه فيكم كمان، وهم بالفعل بيعملوا كده بطرق تانية. غزو بطيء ومضطرد وطويل النفس. ده عيب فعلا، إنه في الوقت اللي تهديد وجودي لحضارتنا الغربية كلها مش بس واقف على الأبواب، ده كمان بقى في شوارعكم بالفعل. وإن في عدد كبير من السياسيين في اليسار السياسي واقفين فعلا مع عدو شرس وقاتل. سواء بصيت على الولايات المتحدة أو هنا في إسرائيل، الخصوم السياسيين سمحوا لكراهيتهم لخصم داخلي إنها تعطل الحاجة الوحيدة اللي فعلا تهم لمصلحة بلادهم: النصر الكامل. هم يفضلوا يشوفوا خصمهم السياسي يخسر بدل ما يشوفوا بلدهم بتكسب. والمؤسسة اللي كان المفروض تفضحهم انهارت تماماً. كان في وقت الإعلام فيه كان بيقوم بدور الحارس الأمين اللي بيحاسب السياسيين وبيمنع أسوأ تصرفاتهم. الحارس ده ما بقاش موجود دلوقتي. الصحفيين دلوقتي بقوا بوضوح بيسيبوا ميولهم السياسية الشخصية تأثر على تغطيتهم، وبيسيبوا دورهم الحقيقي. بدل ما يوحدوا الدول الغربية علشان يحافظوا على استقلالنا وحريتنا الجماعية، هم فعلا بيخلقوا الانقسام. هم بيغذوا الانقسامات وبيفتتوا المجتمع وبيضعفوا عزيمتنا في اللحظة اللي احنا محتاجين نقف فيها مع بعض كجبهة واحدة ما بتتهزش. أول حاجة هيجوا على ناس السبت، وبعدين هيجوا على ناس الأحد. هم ما بيشاركوش قيمنا، وأكيد مش فارق معاهم الاختلافات اللي بيننا. بالنسبة ليهم إحنا كلنا واحد، الكفار اللي مش مؤمنين اللي لازم يتم القضاء عليهم. يبقى جه الوقت لينا إحنا اللي مش مؤمنين نبتدي نصدقهم وإنهم جادين في اللي ناويين يعملوه فينا. وده يخليني أختم بحاجة: أول خبر كاذب في التاريخ. أنا دايما بحب أختم برنامجنا بحاجة ناخدها من الكتاب المقدس. بصراحة الأسبوع ده كنت بعاني إني ألاقي الرابط المثالي، بس يوم الجمعة تابعت بثاً لدورون كوهين، محرر جريدة معاريف في إسرائيل ومذيع في راديو جليل إسرائيل اللي أنا كمان بقدم فيه. دورون لاحظ إن البرشاة بتاعت الأسبوع اللي فات اللي هي جزء من التوراة بيتقري كل أسبوع كانت قصة الجواسيس. في سفر العدد لما موسى بعت 12 جاسوس، واحد من كل سبط من أسباط إسرائيل، علشان يستكشفوا الأرض الموعودة، هو شارك فكرة عبقرية جداً وكنت عارف إني لازم أشاركها معاكم. دون كوهين بيقول إن ال 12 جاسوس اللي موسى بعتهم دول كانوا في الحقيقة أول صحفيين في تاريخ البشرية.
موسى بعتهم للميدان بالضبط زي ما المحررين دلوقتي بيبعتوا المراسلين بتوعهم يغطوا موضوع معين. هم في الحقيقة كانوا مراسلين الشرق الأوسط في الزمن ده. روحوا شوفوا إيه اللي بيحصل هناك وارجعوا قولوا للناس. ده اللي موسى قال لهم عليه. ولما رجعوا إيه اللي حصل؟ بنشوف بالضبط بداية التحيز الإعلامي الحديث والأخبار الكاذبة. أنا ألفت كتاب عن تغطية الصحافة الأجنبية لإسرائيل مع الدكتور رون شلايفر، وكنت عايز أسميه مهد الأخبار الكاذبة. عمري ما كنت متخيل إني كنت دقيق كده. ف10 من اللي بيسموهم صحفيين دول، الجواسيس دول، رجعوا ونشروا حالة ذعر كاملة. هم بيروجوا لسردية الخوف. دي كارثة، إحنا مش هنقدر نكسب، لازم نبعد، الأرض بتاكل سكانها. هم صنعوا هستيريا كاملة وسحقوا روح الأمة. الكلام ده مش مألوف وانت بتتابع الأخبار النهاردة. بس بعدين عندك الصحفيين التانيين اللي كانوا في التغطية، يوشع وكالب. هم مش عميان عن الواقع وما بيعملوش نفسهم إن التحديات مش موجودة، بس هم بيقدموا تقرير حقيقي وصادق عن الصعوبات. بس بعد كده بيرفضوا يتجاهلوا الحقيقة النهائية إننا نقدر نتغلب، نقدر نكسب. الفرق بين ال10 الجواسيس الخايفين والاثنين الأمناء هو نفس الفرق بين إعلام فاسد عايز يضعف عزيمتنا والحقيقة اللي بتدي الأمة القوة إنها تقف قدام تحدياتها. وإحنا بنختم حلقة النهاردة، افتكروا ده: ما تسيبش الذعر يكسر روحك. كن يشوع بن نون وكن كالب بن يفنى. واجه الواقع، لكن أبداً ما تفقدش إيمانك بربنا وإننا هنحقق النصر الكامل. ألف شكر لانضمامكم ليا. أنا دانيال سيمن، وحشوفكم المرة الجاية في برنامج ستريت أب من استوديوهات JNS TV هنا في القدس، إسرائيل.